الغطس وبيفتكر ابنه نيمو وبيحكي لهم اللي حصل، فبيتأثر القروش وبيقولوا إن البني آدمين دول متوحشين جدا، وبيعيط القرش الكبير. ووقتها بيشوف ميرهف كتابة على القناع لكنه ما بيعرفش يقراها، فبتحاول دوري تاخده منه وتقوله إنهم لازم يودوها لحد يقرا اللي عليها، وبيتخانقوا مع بعض لحد ما بتتعور بالغلط وبتنزل نقطة دم من مناخيرها، فبتتحول السمكة الكبيرة عليهم وبتبقى عاوزة تاكلهم. لكن باقي القروش بيحاولوا يمنعوه وبيقولوله يفتكر العهد، لكن القرش ما بيعرفش يمسك نفسه وبيفضل يقول قطمة واحدة بس، قطمة واحدة بس، وبيفضل يجري وراهم وهما بيحاولوا يهربوا منه. وبنروح بعدها لنيمو وبنشوفه جوه حوض السمك وهو خايف ومرعوب، وبيكون في عيادة دكتور أسنان، وبيظهر بعدها مجموعة من السمك وبيتلموا حوالين نيمو وبيكون خايف منهم، فبيحاولوا يطمنوه ويسألوه هو منين، وبيقول لهم إنه من المحيط وعايز يرجع لباباه. وفجأة بيدخل عليهم بجعة من الشباك وبيكون صاحبهم وبيسألهم على نيمو،